يا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وإن شاء الله الصحة تكون بخير. فلما نتعداو للفيديو متاعنا كالعادة والعوايد، الناس الكل تصلي على النبي، دونك في كومنتير صليوا على النبي، واللي ما يقدرش يكتب ولا بعيد على التليفون يصلي على النبي في قلبه. وما تنساش دعمك للفيديو هذايا بجيم وبارتاج. كما قريتم من العنوان متاع الفيديو، باش نحكيو على اسباب انقطاع الكهرباء في تونس، وهذايا على لسان البي دي جي متاع استيك. لكن فما تدوينه عرضتني اليوم وماذا بيا نقراها لكم، ونحبكم زاد تعطيوني رايكم في التدوينه هذيا، مع العلم انه قصان الضوء في الصيف راهو ماهوش موجود في تونس اكاهو. نجم نعطيكم على سبيل المثال، انا لهنا الجمعه اللي فاتت قص 3 مرات في جمعه واحده. تصور انت في جمعه واحده قص 3 مرات، فيهم نهار قص مرتين، وكل مرة أكثر من ساعة باش إنه يرجع الضوء. المرة الأولانية خذا أكثر من ساعتين، المرة الثانية ظهر لي أكثر من ساعة، والمرة الثالثة خذا ساعة بالضبط. ها باش نفسر لك كرجل ميدان، وإن شاء الله تفهم أنت والأخيان الكل. اللي قاعد صاير في ستيج اسمه العلمي ديليستاج، ومعناه ببساطة هو قطع مبرمج وعادل مؤقت لتفادي انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء، ويصير في أقوى الدول حاجة عادية، ويمكن يدوم في قليل من الأحيان ساعتين على أقصى تقدير. وهاو باش نزيد نفسر لك، تخيل انه عندك سيارة ربع نقل حمولتها القصوى 1 طن فقط، وقررت فجأة انه تحمل فوقها 2 طن. ماذا سيحدث؟ الموتور سيتلف والسيارة ستتوقف تماما وتخرب. هذا تماما ما يحدث لشبكة الكهرباء. المشكلة في أوقات الذروة مثل أيام الصيف الحارة جدا، يقوم كل الناس بتشغيل المكيفات والمراوح والأجهزة معا. هنا يصبح الطلب على الكهرباء أكبر بكثير من قدرة المولدات والمحطات على الإنتاج، يعني باش تولي تتطلب إنرجي أقوى من طاقتها، يعني طاقة أقوى من الطاقة متاعها. الحل الاضطراري الديريستاج لحماية الشبكة بالكامل من الانهيار والاحتراق الذي لو حدث سيتسبب في انقطاع الكهرباء عن الدولة كلها لأيام. تقوم شركة الكهرباء بقطع التيار عمدا وبالمداورة عن بعض الأحياء لمدد زمنية محددة، ساعة أو ساعتين مثلا. ملخص المفهوم بكلمتين، الديليستاج هو تضحية مؤقتة بجزء من المناطق بقطع الكهرباء عنها بالتناوب لحماية الشبكة كاملة من الانهيار التام. كلمة ديليستاج وتنطق بالعامية ديليستاج هي كلمة فرنسية الأصل، ومعناها الحقيقي والبسيط بالدارجة هو تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء المبرمج. وبارك الله فيك على رحابة صدرك. الكلام معقول ومفهوم، وانا واحد من الناس فهمتوا الكلام هذا، على خاطر الحكايه هذه صارت الجمعه اللي فاتت 3 مرات، ممكن صارت اكثر وانا مانيش في الدار على خاطر تصير لهنا. وقت اللي العباد تهبط وتبدا كيما في تونس، لكن الحقيقه في تونس ريت دراما اكثر من اللي ريتها لهنا. ونفهم علاش الدراما في تونس اكثر، على خاطر الوضع غاديك كارثي اكثر من هنا. مالطا الوضعيه نتاعها عاديه، يعني كي يقص ساعتين في النهار داري العباد تنجم تتصرف. فما حتى بلايص لهناك يبدا الضوء مقصوص، هما يبداو عندهم اضواء. وعلاش؟ على خاطر عندهم بطاريات ولا مش عارف انا شنو عندهم بالضبط. المهم قص الضوء لهنا كي العباد هبطت، خاطر العباد لهنا ياسر تتفاعل في الانترنت كيما عنا نحن في تونس، اما هم عندهم باجات معينه وجروبات معينه وين العباد تهبط وتسال ولا تحكي ولا تناقش. يعني وقت اللي هبطوا العباد يحكيوا على الموضوع هذا، انه راهو الدنيا سخونه وما ينجموش ويحبوا الكليماتيزور يخدم وكذا، فما ناس اخرى من هنا يهبطوا ويقولوا لهم راهو على خاطر توا سيزون تاع توريزم، زيد برشا ناس موجودين لهنا، والطاقم تاع الضوء
اكثر من قبل، يعني اكثر حتى من الجزيره في حد ذاتها. اذا كان ما يقصوش هما الضوء نجم تتسبب زاده في كارثه كبيره. بالنسبه للتعليق متاع الناس، نبداو علاش نوصلوا لهذا؟ علاش ما فكرتوش من قبل وعملتوا برنامج في تقوية المحاولات والشبكة مع تغيرات الزمن؟ هذه حاجة أنا واحد من الناس ما نفهمش فيها. كان فما حاجة باش يحسنوها ولا باش يطوروا وهما ما عملوهاش، لأن يا خويا على الدنيا السلام أكيد. لكن الحق في انه قطع الكهرباء على خاطر تنجم تتسبب في مشكلة. اشترى الشعب مركب الطاقة الشمسية، اش تحكي بالله؟ هذا مقعد اللي بعده. يا ولدي فاش تحكي الضوء قاس على حي الجمهورية 24 ساعة تو، يقصد يعني 24 ولاية قاس في الجمهورية الكل. اللي بعده، وعليش ما فماش حاجة عندكم اسمها احتياطي، يعني بالفرنسية سكور، تستعملها وقت الذروة؟ يا ناس راي تونس فاش تحكيو يا ناس، فاش تحكيو يا ودي؟ احنا نلوجوا على كيفاش باش نعيشوا، مش نلوجوا على كيفاش باش نعملوا سكور. في بعده بالله امشي اعطي كنانا في اقوى الدول اللي يصير هذا. اي يا سيدي اني ما نحبش نحكي، اما وين نعيش؟ عندي 20 عام الضوء قص مرة واحدة في 20 عام. جرة ترانسفو ترشق لمدة 4 ساعات ورجع كل شيء لطبيعته. ومرة عندهم صيانة بعثولنا تنبيه انه باش يقص من 8 ل 12، وفي 20 عام ما نتذكرش كونه قص مرة اخرى يا متاع اقوى الدول. شوف غزالي، تنجم تكون انت عايش في دولة ما اخويا قارين حسابهم. شوف تحكي على دولة متقدمة من غير ما تحكي على، من غير ما تقارن برود، تحكي على دولة متقدمة من الاخر. ما قلناش لا نتفاهم، ما قلناش لا نتفاهموا، اما الطريق المنيهلة على اللي صار حي النصر من البارح لليوم الضوء مقصوص يسخفوا مساكن. هذا مقعيرة اخرى كونه غاديك الضوء ماهوش مقصوص. 2026 وذكاء اصطناعي و شيء يعمل العار. دول محتفلة ب20 سنة بلاش قصان ضوء ولا ثانية، واحنا ما زلنا عايشين في التخلف. كان جات الدنيا دنيا رانا مستغلين الشمس اللي عنا من 2016 ورانا ننجو. ومناظر الستيج والغباء الاصطناعي والافساد المالي والسرقه وتدليس الفاتورات يحكيوا لنا على الديلي ستاش. تتعديو للفيديو متاع سيد البي دي جي متاع ستيج وين يحكي علاش تقص الضوء. شكرا على الاستفسارية. اليوم كما تعرفوا موجة حرب كبيرة ياسر وغير مسبوقة نصف تونس وكافة مناطق البحر المتوسط، منهم فرنسا، المغرب، اسبانيا والجزائر. الموجة هذه دونك باش يكون فيها استهلاك كبير ياسر. المتسبب الاول في هذا الاستهلاك الكبير هذا هو المكيفات اللي خاطر وقت الذروة اللي هي اليوم في تونس بين الساعتين والخمسة نتاع العشية في القاعدة بالحق معناها. نفس الريبونس اللي عطاوها المرة اللي فاتت لهنا الجماعة اللي فاتت، نفس الريبونس انه الناس الكل يستعملوا في الكليماتيزورات الكل مع بعضها. وتعرفوا انه الكليماتيزور بالرسمي ياكل طاقة كبيرة على الاخر، دونك وقت اللي الناس الكل يستعملوا عادي على الاخر يتقص الضوء. دونك مانيش عارف الحقيقة. شوف عاذر انه المواطنين زادة متعذبين، كيما السبيطارات متعذبين، كيما اللي عندهم زادة بتاع الجلاس اللي يبيعوا في الجلاس هذوكم اكثر ناس متعذبين. يبيع لك في الجلاس تقص عليه الضوء 5 سوايع سايي ما عادش عنده جلاس يبيعه. فما استهلاك كبير. قديش مثلا يوصل هكا؟ عنيش شوية معناتها بالنسبة باش نعطيك معناتها بين المعدل العادي وفي وقت الذروة ثم بينهم 30% زيادة. كيف معناتها الفرق؟ اليوم معناتها احنا مسؤولين على استقرار الشبكة هذه. منظومة كاملة هي راهو اليوم ثم مولدات، ثم محطات، ثم خطوط ضغط العالي. لازم احنا نحافظوا ما كمش قاعدين تجددوا وما كمش قاعدين تطوروا. ونحن اليوم رانا الناس الكل واعيين بحجم الدمار اللي نعيشوا فيه في تونس. علاش؟ خاطر فما برشا بلايص كيف سواء نحكيو على بني ولا نحكيو على قنطرة ولا نحكيو على استاد مثلا كيما المنزه يستنى عنده 7 سنين ولا 6 سنين. فما برشا حاجات في تونس ما مش قاعدين يجددوا فيه.
كما المجمع الكيميائي قال لك عندك جوانات ما همش قاعدين يبدلوا فيهم. نفس الشيء لهنا، ما كمش قاعدين تطوروا، ما كمش قاعدين تديفلوبيو من الاخر. يعني انتوما عندكم توا 20 سنه تدخلوا وتخرجوا من الادارات ومن الخدمه نتاعكم كيما انتوما ما كمش قاعدين تزيدوا، في وقت اللي انتوما لازمكم تزيدوا ولازمكم تحرصوا ولازمكم تطوروا ولازمكم تقدموا ولازمكم تبدلوا ولازمكم تجددوا ولازمكم تجيبوا عباد جدد. كيفاش يا رسول الله؟ توا المره اللي فاتت عرضتني فيديو متاع امراه متحجبه كبيره في العمر حاطينها في اداره، معناها في وقت بالرسمي كما قالوا في وقت الذكاء الاصطناعي. العباد هذيا ما تفهمش يا ودي، تعطيه ورقه بالذكاء الاصطناعي اللي هي مدلسه تتقبلها معلم. والله نفس العباد قاعده تخدم عباد ماهيش فاهمه خدمتها. المنظومه هذيك الكل فما لازم ديما توازنات بين ايش عندك قدره متاحه نتاع انتاج وقداش عندك الاستهلاك. عادي في بعض الحالات ديما ولا في اليوم كما هالازمات الكبيره نتاع وقت حراره مرتفعه جدا جدا لازم الاستهلاك يفوت في الانتاج اللي هو صاير عنا اللي بدينا من البارح. والله لا هو مبداش امبارح من نهار الاحد تحقيقا بدا من الحد كان ما هو مربوط فات الانتاج من نهار الاحد. واحنا في وقت يفوت الانتاج هذا الاستهلاك عندنا برشا حلول. يعني في الوقت هذا الكل وعمنا واللي صارت وهي كل عام تصير التو ما لقيتوا لها حل، يعني حتى باش تزيدوا شويه كيا في الضوء ما تنجموش يعني تلقاو لها حل. الدوري مثلا هو راهو خزر لي انك تقول قاسينا الضوء تعطي الاسباب وتوضح هذا باهي على الاخر، اما انكم زيدا ما كمش قاعدين تقراوا حساب المستقبل باش نعملوا ليكيليبر حتى نعمل نقاو ليكيليبر. والا كما البلدان الاخرى الكل احنا والجيران نتاعنا اللي هم الجزائر ولا ليبيا يصير تبادل حتى نتفاداو هالزاويه هذيك. كما تعرف اليوم البلدان الكل عندها بالضبط. بالضبط. ومهما يكون الاستثمار اللي تعمله البلاد بعد الضرورة تغلب. هو صحيح ولا فما برشا بلدان، ما اكيد فما برشا بلدان زاده ما تصير لهمش، اما فما برشا بلدان زاده تصير لهم الفازات هذيا. سينو فما فيديو اخرى حبيت نوريها لكم، كان خلينا التيك توك تعرف علاش بدل التيك توك، فما حاجه تبدلت في التيك توك. قالت التيك توك اليوم نلقى التيك توك متبدل كيفاش. انا نلوج على لقطه باش نوريها لكم يخرج لي هذا. انا هو خويا من بعد يتكلم واحد يقولوا هذا الفيديو متاع السيد في بنزرت عنده حانوت متاع جلاس، حب معناها يوري يخزر لي هو راهو السيد هذايا معذور، اما زيد يخزر لي صيف وتونس معبيه توا سياحه كيفاش. هو الجلاس خويا هذا شكله لافابو فاهمين. هو خويا هو الجلاس الكل كيفاش داير فاهمين. احنا نحكيو على كورنيش رفراف يقص لك وما عن باله بحد، اللي يخدم اللي تضرب له كونجيلاتور اللي مانيش عارف شنو ريتو هذاك الكل باش تاكلوا لافابو خويا، ومن بعد تمشي تخلص ورقه الضوء حبيبي خلصها ورقه. هو على فكره بخصوص الاخلاص خاطر فما برشا ناس هبطوا على موضوع الاخلاص، معناها اهم حاجه حكيت فيها العباد الاخلاص اللي هي نتاع شنية 5 سوايع في بالك باش تبدل لك حياتك انت، لكن كان استيج يعني تعمل حاجات كيما هكايا من المفروض انه النهار هذاك استيج ما يدخلش في الفاتوره، يعني ريت النهار اللي قاس فيه الضوء ما يدخلش في الفاتوره. هو ب6-7 ملايين. هو خويا كيفاش نعيشوا في رفراف كل يوم نفس الموضوع، ترسع الجلاس في الليل صاحبي تلوحوا في النهار. هو خويا الجلاس وين وكذا، بعد كي يتكلم عادي تولي تنجم تتوقف انت كي تتكلم على الحق فاهمين. هذا يا خويا الجلاس هو الجلاس صاحبي. هو هذا مثلا يمشي يطيش السلعه نتاعو ويروح نهار ومنقوب. نحكيو على رفراف نحن يوميا، ريتها كان جات مره في الجمعه نمشي معاك اقسم بالله العظيم كل يوم رسمي، ريتو كل يوم رسمي. هذا يا خويا هو الجلاس تصنع في الليل روحوا في النهار، تصنع في الليل روحوا في النهار. هو خويا كلاه